حتى ترتاح وتعيش حياتك طبيعي، ركز على اللي عندك. شنو الله سبحانه وتعالى منطيك من نعم، انت يجوز غافل عنهن لان ما مركز عليهن، من قد ما مركز على النقص اللي عندك فتعيش بقلق وما مرتاح. شو اسوي بالليل قبل لا تنام؟ اسوي لي قائمه. انا ذاك اليوم ذكرت اقول اليوم الحمد لله والشكر، صحه والعافيه، ما عندي شيء، لا رحت طبيب، لا عانيت من شيء، لا نمت مستشفى، سوي عليها تشك، صحه والعافيه. غيري يجوز نايم مستشفى، غيري عنده الله يكفينا شر مرض عضال، غيري تلقى ساكن الاطباء. اجي للرزق اقول الحمد لله والشكر، رحت لوظيفتي، دوامي طبيعي، رحت باب رزقي، دكاني، شغلي، والله رزقني لهالمقسوم هذا. غيري يجوز عاطل عن العمل، غيري ما عنده شغل، غيري يدور، غيري اكو ناس حتى تجدي. فاقول الحمد لله والشكر، هاي الرزق هم اسوي عليها تشك. جهالي اطفالي الحمد لله والشكر بصحه وعافيه وسالمين، غير يجوز جهاله بالمستشفيات بالاطباء ماخذين درب مو خوش درب، هاي هم الحمد لله والشكر اخلي عليها صح. وهاي اذا يوميا تسوي هذا الجرد صدقني شوي شوي راح تزيد عندك النعم. بعدين راح تكتشف اكو شغلات انت ما منتبه لها، انت بس الشيء اللي نركز عليه راح يكبر راح يتوسع. اما احنا بس نركز على النقص راح شنو؟ راح يزيد عندنا النقص. فانت يوميا تستمر على هذا التمرين، على هذا الجرد، راح بعدين تنتبه لروحك. اذا كان طبعك انه انت دائما ضايج وحزنان وما مقتنع باللي عندك، راح تقول بعد انا علي ما ضايج وحزنان، هاي الحمد لله الشكر، هذا الموجود عندي خير من الله. اما الشيء اللي ما عندك، الشيء اللي تتمناه، شفته انه هذا الشيء تقدر عليه، فاسعى اليه، طور من نفسك، طور من مهاراتك، او شوف شنو الطريق اللي يؤدي لهذا الشيء اللي انت تريده، اشتغل عليه، بس بدون ما تتعب نفسك، بدون ما ترهق نفسك. انه حصلته ما حصلته، هاي خلص اعيش حياتي. لا تحطم اللحظه الحاليه وحياتك الحاليه على شيء ما موجود، او انت جاي تشتغل عليه بس بعدك ما محصله. هاي نقطه. النقطه الثانيه، هواي ناس متعبه روحها ليش؟ ان حاطه عينها على غيرها. يعني شوف فلان شنو عنده وانا ليش ما عندي، فلان عنده جهاله انا ما عندي جهاله، فلان عنده وظيفه انا ما عندي، فلان عنده سياره انا ما عندي. مو هيك انت متعب روحك، متعب روحك وحارم روحك بنفس الوقت. انت مكان ما حاط عينك على الناس، مكان ما تراقب الناس، ادعي لهم وادعي لنفسك. الله سبحانه وتعالى من يشوفك انت تحب الخير للناس، الله سبحانه وتعالى راح يزيدك. اول شيء اقنع باللي عندي، ثاني شيء ما حط عيني على الناس، اتمنى يصير اللي عندهم، اوكي هاي واحد، انه انا اتمنى الشيء اللي عند الناس يصير عندي، هاي ما بيها شيء. واسعى، اتمنى واسعى وحب الخير لغيرك، الله سبحانه وتعالى يعطيك. اما حارق دمك وحارق اعصابك وحارق روحك وفلان عنده وفلان وانا ما عندي وضايج وما هو، لا لا، هيك الحياه تصير عليك جحيم.